ام زياد وهبه، ايه اخر تطورات التحقيقات مع ام زياد وهبه، وايه المصير اللي مستنيها بعد الكارثه اللي عملتها؟ هنشوف مع بعض في الفيديو النهارده. لو اول مره تشوفوني ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناه، دعمكم هيفرق معايا كتير وهيشجعني اني اكمل. طبعا كلنا شفنا في الايام اللي فاتت كان حديث السوشيال ميديا كلها ام زياد وهبه والفيديو الكارثي اللي هي عملته، واللي اسفه في اللفظ فضحت فيه عيالها بشكل بشع جدا، اللي هو يعني هي لو مرات اب او ضره مش هتعمل كده. طبعا كلنا شفنا اللي حصل، وعلى الصعيد الاخر كان الاب برضو مش راحم نفسه، بيرص الولاد جنبه ويقعد يحكي عن تفاصيل القبض عليها وعن تفاصيل اللي كان حاصل بينه وبينها وتفاصيل الحياة المرة اللي كانوا عايشينها، وان هي خدعته وان هي كانت تعرف حد تاني. محدش رحم الولاد ولا قال حرام اللي بيحصل فيهم، وكفاية حرمانهم من امهم، وكفاية اللي هم مروا بيه، وكفاية انها كانت مقعداهم جنبها تستشهد بيهم في الفيديو، وخلتهم قالوا على اخواتهم هم شافوا ايه او ايه اللي حصل. ولحد النهاردة بقول الله اعلم ده حصل ولا ما حصلش، بس حتى لو كان حصل فالسبب الاول والاخير في الموضوع هم الاب والام، لانهم ما كانوش فاضيين لهم. والاكتر الام هي اللي بتلم زمام الامور، هي اللي بتربي وبتكبر وبتراعي، هي اللي بتحتضن ولادها وهي اللي بتحتويهم. لكن انتي ما كنتيش موجودة علشان تحتضني اولادك او تحتويهم او تعرفي ايه متطلباتهم او ايه رغباتهم. عشان كده لو كان ده فعلا حصل هتبقى انتي السبب الرئيسي في الموضوع. لقينا الاب كل شوية طالع بفيديو يحكي تفاصيل القبض على امهم، يحكي ايه اللي حصل، واتاخدت الولاد، انا اسفة في الكلمة، كسبوبة لكل واحد شوية علشان يلم مشاهدات ويلم تعاطف من المتابعين ويلم تعاطف من الداعمين على التيك توك على حساب الولاد. محدش قال نفسيتهم، محدش قال شكلهم قدام زمايلهم في المدرسة. زياد الولد الصغير نظرة الحزن في عينيه تقطع القلب على أمه. الولاد الكبار سواء حصل كده أو ما حصلش حياتهم اتدمرت ومستقبلهم اتدمر، لأن بعض الناس ما بتنساش. يعني ممكن يواجهوا معايرات، ممكن يواجهوا كلام مسيء ليهم، محدش فكر في كل ده. ظهر العم وقعد يتكلم، ظهر الخال وقعد يتكلم، دي كانت بتعمل وبتعمل وبتعمل. طب معلش يعني حضراتكم كنتوا فين؟ كنتوا فين وهي بتعمل؟ مفيش ولا شنب فيكوا ظهر وقال احنا وقفناها عند حدها. ايام فيديوهات التيك توك والرقص والتنطيط اللي ما كانوش مناسبين لسنها او مقامها كأم ل5 اطفال، ما كانش بيحصل لايفات تستعطف بيها الداعمين عشان تلم فلوس. كنتوا فين وقتها؟ ما ظهرتوش ليه؟ ما اتكلمتوش ليه؟ ولا دلوقتي كله هايص في الهيصة عشان يلم فلوس على حس الليلة الكبيرة دي، والولاد دول هم الضحية؟ انا رأيي ان العيلة دي كلها محتاجة انها تتعالج نفسيا، محتاجين نلم لهم كده عربية ونجيب اتوبيس يطلع بينا رحلة على اي مصحة نفسية. العيلة دي كلها لازم تتقوم نفسيا من اول وجديد، لان كده في شيء غلط، في حاجة غلط في العيلة دي كلها، مش الام بس ولا الاب بس، لا ده العيلة كلها واضح ان هم مرضى نفسيين. محدش عمل حساب الولاد اللي هيفضل متعلق في ذاكرتهم منظر امهم وهي بيتقبض عليها. عمرهم ما هينسوا المنظر ده، عمرهم في حياتهم ما هيخرج من خيالهم. المهم ان بيقولوا دلوقتي، او في بعض القنوات قالت بعض الناس اللي هي دارسة في القانون، ان ام زياد دلوقتي هيتوجه لها تهمتين. اول تهمة فيهم هي، انا اسفة في الكلمة، هتك العرض، لان دول يعتبروا اطفال مش مسؤولين عن نفسهم، ما بلغوش سن الرشد. وتاني تهمة اللي هي الاتجار بالبشر، اللي هي ناتجة عن الفيديو اللي هي عملته، اللي تجرت بسمعة ولادها علشان تتربح من وراهم. التهمتين دول عقوبتهم هي عقوبة مشددة من 3 سنين ل7 سنين، وغرامة حوالي 200,000 جنيه. لحد النهاردة مفيش اخبار مؤكدة عن العقوبة اللي مستنية ام زياد، ده الكلام اللي رائج من ناس دارسة قانون، لكن مفيش اي حاجة مؤكدة لسه. ويا ريت يكون في قانون رادع للناس اللي بتطلع تفتح حياتها اوبن على الاخر كده على السوشيال ميديا، المشاكل والخناقات والخلافات والفضايح، وفلان عمل وفلانة سوت. يا ريت يكون في قانون رادع للناس دي عشان كل واحد ما يطلعش
يفتح باب بيته على السوشيال ميديا ويحكي تفاصيل حياته كلها. احنا في انتظار الجديد، واي جديد هينزل هنا على القناة علشان تعرفوا الدنيا ماشية ازاي وايه اللي هيتم. لو وصلتم معايا لحد هنا ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة، دعمكم هيفرق معايا كتير وهيشجعني اني اكمل. واستنوني في فيديو جديد مع توما ترند.